السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، إن شاء الله تكونوا كامل بخير وعلى خير. اليوم جيتكم بأكلة ولا بحساء شتوي بامتياز مع الأمطار والثلوج على بلادنا الحبيبة. ما شاء الله إن شاء الله ربي يجعلها أمطار خير وبركات يا رب. حساء البواكاسي ولا الجلبانة اليابسة، كنت رافقته هنايا مع الكسرة الخساس. تابعوا معايا المراحل وطريقة التحضير. عندي هنايا كمية تاع البواكاسي اللي كنت غسلتها مليح وبالماء سخون وقدرتها، وعندي هنايا حبيبة بصل متوسطة، عندي حبيبة زرودية تكون كبيرة شوية ولا حبيبتين، عندي حبيبة بطاطا متوسطة، عندي 2 سنينات ولا 3 توم، وعندي كمية هكا تاع المعدنوس. وبالنسبة للتوابل عندي ملح وعندي فلفل كحل وعندي شوية كركم باش يعطيني لون شباب. أنا أول حاجة كنت سخنت في القدرة ديالي ولا في لاكوكوت، كما أنا صراحة اليوم استعملت كوكوطة يعني لاكوكوت باش طيب لي بالخف. درت فيها كمية تاع الزيت ورميت هذيك الخضرة ديالي كامل مع هذوك التوابل، نقلي فيهم مليح. بعد اللي تقلاو لي الخضرة مع التوابل ضفت هنايا هذيك الكمية تاع البواكاسي، وهنايا راني حنمرق بالماء، من الأحسن يكون سخون كما كتشوفوا. نخلطها تحريك خفيف ونديرها نغلق عليها ونخليها طيب. وهنا من جهه واحده اخرى راح نديروا الكسبه ديالنا ولا الرخصاص. ولا انا كنت في فيديوهات سابقه درت لكم الكسره يعني بطريقتين مختلفين، واليوم عندي هذه الطريقه. اليوم حنستعمل فيها سميد رطب. انا من قبل كنت نستعمل سميد متوسط، واليوم حبيت نستعمل سميد رطب. عندي هنايا 3 كيلات يعني انا كيلت بهذاك البول ولا بالكاس ولا كيما حبيتي. درت معاهم كاس نص كاس زيت، ولكن نص كاس طلعت شويه عن نص كاس تاع الزيت. درت هنايا مغرف خميره الخبز والملح ومغرفه السكر، وهنا نخلطهم هكا كيما كتشوفوا يعني عشوائيا عادي ونطمهم بالماء عادي من الحنفيه. كما انا الكميه هذه دارت لي 3 خبيزات متوسطين كما كتشوفوا. هكذا انا نبدا نخدم بها مباشره. هنا وشنو نعطيكم واحد الملاحظه ولا واحد الاستيس، انه كي تجوا تحلوا الكسره ديالكم مسحوا طاوله العمل ولا الرخامه ديالكم بشويه زيت هكذا باش كي تكونوا طيبوا فيها يجي فيها تجي لون شباب. هكذا انا هنا حليتها. وهنايا في هذا الوقت كنت نسخن الطاجين ديالي ولا الطاوه ديالي من قبل، وهنا نطيب فيها كما كتشوفوا. هنا طابت لي الخبيزه الاولى، دوك نزيد ندير الخبزه الثانيه تزيد طيب كما كتشوفوا. وهنا من جهه واحده اخرى كانت طابت لي البواكاسي كيما انا راه الماء دايره يعني الصوره مش واضحه. كانت طابت لي البواكاسي. هنا بعد اللي طابت انا نحب نرحيها. الا لاحظتوا مع الاول كنت الخضره كنت قطعتها شويه يعني عشوائيا على خاطرش اني حنرحي كلش يعني مع التالي. انا بعد اللي طابت كنت رحيتها، وهي النتيجه النهائيه ديال الكسره ديال البواكاسي. بعد اللي طاب كنت رحيته كما كنت قلت لكم، وهنا كنت رافقتها بالقارص والمعدنوس كما على بالنا تحب القارص والمعدنوس. وهي النتيجه النهائيه ديالنا. ودوك ما بقى لي غير نقول لكم تهلاو في روحتكم وفي صحتكم، ما تنساوش الجام والاشتراك في القناه الا ما كنتوش مشتركين. والى فيديو قادم باذن الله. سلام.